بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا مع قناصة محترفة جدا وبيكون اسمها دراسة، تبقى في مهمة ليها وإنها تقتل مسؤول سياسي وبتبقى مستخبية وسط الجبال. أول ما بيوصل بينزل من طيارته الخاصة بتخلص عليه، وبعد كده بقى بنتنقل لليفي وهو برضه من ضمن أحسن 5 قناصين في العالم، وبنعرف إنه زمان كان شغال في المنشآت البحرية. براءة معدته كلها اتقتلت ومن ساعتها هو مبطل الشغلانة ومبقاش يعمل أي حاجة خالص في حياته، لغاية ما بتوصله رسالة على التليفون ورقم مجهول ومكتوب فيها إنه يروح معسكر بين ديلتون يوم 6 يوليو. فبيستغرب جدا من الرسالة دي لأنه بقاله كتير بعيد عن الشغل. بعد كده بقى بيوصل للمعسكر وبيقابل واحدة اسمها باريس وبتسأله يعرفها ولا لأ، فبيقول لها لأ وبيقول لها بس باين عليك إنك عميلة تقيلة جدا، لكن بيستغرب إنها عارفاه كويس جدا وبتعرفه إنها عايزاه في مهمة، والمهمة دي مينفعش حد تاني يقوم بيها لأنها عارفة كويس جدا إن محدش هيقدر ينفذها غيره، وكمان إنه مقطوع من شجرة وإن مفيش حد دلوقتي يسأل عليه ومحدش هيحس بغيابه أصلا. وليبي بيسأله عن المهمة دي فين، فبتعرفوا إن هو كل اللي هيعرفه عن المهمة دي إنه إحنا مكان اسمه القدود، وأي حد يحاول يخرج منه يقتله على الفور، وإنه ممنوع ينزل فيه. فبيوافق إن هيعمل المهمة دي وبعدها مش هيعمل أي عمليات تاني، وبتوافق باريس وبيتفقوا على المهمة. بعد كده بنشوف دراسة وهي قاعدة مع أبوها في المقابر، بيكون قاعد بيعزف لمراته اللي ماتت، وبنعرف إن أبوها مريض سرطان وإنه فاضل له أيام قليلة جدا ويموت. ودراسة هنا بتقول له إن في مكالمة تليفون جات لها الصبح وإنها تروح لمهمة لمدة سنة أو أكتر، وبتقول له إن لازم يروح للدكتور عشان تبقى مطمنة، لكنه بيقول لها إن يوم عيد الحب قرر إنه ينهي حياته. بيودعوا بعض. في سبتمبر بقى بنشوف ليبي في الطيارة ومتعلقة له مخدر علشان ما يعرفش الطريق، ولما بيفوق بتدخل عليه واحدة تاخد منه التليفون والساعة. بعد شوية بيكون وصل للمكان وبيقابل هناك الظابط، هما ماشيين بيتعرفوا على بعض وبيسألوا تعرف إيه عن المهمة دي. ليفي بيقول إنه معرفش أي حاجة ولا حتى يعرف هو في أي بلد، والظابط بيعرفه إن بقاله سنة هنا ومعرفش أي حاجة برضه، وبيعرفوا إن أول واحد يقابله ويتكلم معاه من سنة. نعرف من كلامهم إن ليبيا هو اللي هيستلم المهمة من بعد الظابط ده ويوصلوا لبرج المراقبة، وبنعرف إن ليبيا هيبدأ في البرج ده لمدة سنة كاملة، وبنعرف إن البرج ده بيشتغل بالطاقة الشمسية. وليفي بيسألوا عن البرج اللي في الجانب التاني، لكن الظابط بيعرفوا إن التواصل مع اللي هناك ممنوع تماما. بيعرفوا إن الجانب التاني أنهى مهمته برضه. بعد كده بيعرفوا عن كل الأسلحة والنظام اللي في المكان، وبيقولوا إن أنت كل شهر لازم تعمل اختبار باللاسلكي، وبيعرفوا إن في ترسانة ورا البرج فيها كل الأسلحة والذخيرة والغاء، وكمان في أبراج مدفعية عالية كل 600 متر تقريبا، وإن لو الذخيرة اللي في المدافع دي خلصت لازم تعيد تلقيمها تاني، ولازم برضه تشيك على المخفيات والألغام المعلقة. لباي بيسألوا بقى عن المخفيات دي، والظابط بيقولوا المخفيات دي هي عبارة عن مرسلات للأقمار الصناعية، واللي في كل كيلو متر في واحد منها، كل واحد منها ليه مصدره الخاص، وإنها متصممة لإخفاء الوضوء عن العالم. وبيعرفوا إن في حالات الطوارئ في جهاز إنذار، وإنك لو شغلت الجهاز ده فأنت كده بتبعت رسالة للسلطات العليا. مين هما بالظبط ما يعرفش، بيقول إحنا هنا بننفذ مهمنا وبس، مين وراها وفي إيه ما نعرفش. المهم يعني بعد ما بتفعل الجهاز دوت بيعرفوا إنك في خطر، يفعلوا البروتوكول الخاص واللي اسمه كلب الضار. فبيسألوا ده عبارة عن إيه بالظبط. الظابط بيقول إن ما عنديش فكرة عنه، بس كل اللي أعرفه إنك لو سمعت صوت الإنذار كل اللي عليك تعمله إنك تهرب بأقصى سرعة. تاني يوم الصبح بقى الظابط ده بيودعه وبيمشي، ولما بيوصل للمكان اللي الطيارة هتهرب منه بينزلوا له الحبل، ولما بيطلع الظابط اللي في الطيارة خلص عليه وبعت رسالة لباريس إنه نفذ المهمة. وباريس بتقول له ما كان لازم يحصل كده لأن ما ينفعش حد يروح للمكان ده ويرجع عايش علشان ما يتفضحش والسر ما ينكشفش. في أكتوبر بقى بنشوف ليفاي بينزل من البرج وبيشيك على الأنظمة، وبعدها بيدخل البرج يشيك على اللاسلكي. كل اللاسلكي هنا بيسألوا في اشتباك مع العدو، ليفاي بيقول له لأ، فبيعرفوا إن كل 30 يوم لازم يشيك على اللاسلكي وبيقفل معاه. بعدها بقى ليفاي بيبقى قاعد مش لاقي أي حاجة يعملها، فبيقرر إنه يعني دي بقى يكتب يقراه، وبيكتشف إن في كلام مكتوب على الحيطة، واللي بيبقى كاتبين الكلام ده هو الظباط قبل منه. بيعرف هنا إن المكان ده قديم جدا من زمن للزمن. بعد كده بقى بيبص على الجانب الغربي ويشوف المنظار بتاعه، بيلاقي واحدة تبقى دي دراسة عمالة تقطع في خشب. بعد فترة بقى بتشوف دراسة بتحتفل بعيد ميلادها، مش بتبقى حابة ده لأن مفيش حد معاها وحاسة بالوحدة، فبتضرب نوح عشان تلفت انتباه ليفاي، ويبص عليها بالمنظار بيلاقي إنها بتسأله عن اسمه. بيقعدوا يكتبوا لبعض على الكشاكيل اللي معاهم لأن المسافة ما بينهم كبيرة جدا، وبيكتب لها ليفاي إن ممنوع علينا إننا نتواصل، فبتقوله إن النهاردة عيد ميلادي وهعمل اللي يعجبني. وفي وقت وهما بيتكلموا مع بعض دراسة بتلاحظ الكائنات الغريبة دي تحاول تطلع على الجبل. بسرعة جابوا أسلحتهم فضلوا يقتلوا فيها وكانوا كتار جدا. وفي وقت دراسة بتساعد ليفاي في أكلهم لقيت واحد قدر يوصل لها، فبسرعة قتلت له. دلوقتي دوت دراسة اتصابت في كتفها، وليفاي قدر إنه يخلص عليه وكملوا قتل فيهم لغاية ما قدروا إنهم يخلصوا عليهم كلهم. تاني يوم الصبح بقى بينزل ليفاي يصلح كل اللي حصل ده ويركب على جنب جديدة بدل اللي فرقعت،
وبالليل بقى بيقعدوا يحتفلوا بالكريسماس ويرقصوا ويعزفوا درامز ويلعبوا شطرنج. بعد فترة بقى بيجي يوم عيد الحب وبتبقى دروس قاعدة حزينة جدا لأن أبوها كان قايل لها إنه هينهي حياته في اليوم دوت، وبيشوفها ليفاي وبيكتب لها إنه مفتقدها جدا وبيطمن عليها. ودراسة هنا بتكتب له إن يومها كان صعب وإنها قد إيه محتاجة يكون موجود جنبها دلوقتي. تاني يوم الصبح بقى ليفاي بيحضر العدة وبيفضي من الصاروخ الأرباجيه كل البارود اللي فيه عشان ما ينفجرش، وبيربط الحبل فيه وبيضربه ناحية دراسة، وهي بتشوفه وبتجري على مكان الصاروخ وبتطفي النار علشان ما يطلعش في المكان كله. وليفاي بقى بياخد معاه شوية ورد لزوم المقابلة وبتشعلق في الحبل ويوصل لها، وأول ما بيوصل لها بقى بيديها الورد بيفضل باصص في عينيها بيقول لها إني ما كنتش أعرف إن عينيكي خضرا كده، وبتتحرق دراسة وبتقول له إن ريحتك بشعة جدا وادخل استحمى لأن مستحيل أدخلك البيت بتاعي كده. بيسمع الكلام طبعا وبيدخل يستحمى وهي بتجهز له وضوء. بعد كده بيقعدوا مع بعض ويتكلموا وبيقول لها إن حاسس إن أنا في سيبيريا، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وكل واحد بيحكي عن نفسه. تاني يوم الصبح بقى ليفاي بيودعها وبيمشي، لكن بيلاحظ الكائنات دي خارجة من الجبل وطالعة ناحية البرج بتاعه، وقاعد نور يفرط في اللغم وبينفخر ودوت أقدر لقطع الحبل، وليفاي بيقع في البوف. ودراسة بدون تفكير بتلم كل أسلحتها وبتنط وراه وبتقع في النهر، وبيشوف ليفاي وهو متعلق على الشجرة فبيبقى مغمى عليه وفي حشرة ضخمة بتقرب منه، لكن ليفاي بيضربها بالنار. ودريسة بتسمع الصوت دوت وبتروح له، ولما بتوصل بتلاقي ليفاي واقع على مادة العازلة ومش عارف يخرج منها وتبقى خلاص هتقفل عليه، لكن دراسة بتقدر تنقذه وبتخرجه من المادة دي. بعد كده بيكملوا مشي في المكان العجيب الغريب ده. فجأة بقى بيسمعوا صوت جاي لحيتهم، فعلا بيهجم عليهم واحد من رجال الجوف وهو راكب على حصانه، بيفضل يضرب فيه وبيهجم عليهم اتنين تانيين ويفضلوا يضربوا فيه لغاية ما بيقدروا يخلصوا على اتنين منهم والتالت هرب، وبيبقوا مستغربين جدا من أشكالهم. ودراسة بتدور على الحبل اللي هيطلعهم تاني لمكانهم لكنها ما بتلاقوش، وبتعرف إنها وقع منها في النهر وطول من المسافة اللي فوق حوالي 500 متر وصعب يطلع من غيره، بيبقوا كده اتحبسوا في الجوف. بعدها بقى بنشوف ليفاي وهو بيشوف واحد من رجال الجوف اللي قتلهم، وبتصدم لما بيلاقي لابس زي عسكري أمريكي من الأربعينات، ومعنى ده إن رجال الجوف دول أصلهم بني آدمين. طب إيه اللي حولوهم كده؟ والاتنين مش بيبقوا عارفين، وبيقرروا إنهم يمشوا شوية في المكان يمكن يعرفوا أي حاجة عنه. وهما ماشيين بقى بيبقى المكان ده تحسه كده مدينة مهجورة من سنين. بعد شوية بقى بيسمعوا أصوات تانية وبيلاقوا كنيسة فبيجروا يستخبوا فيها. لما بيدخلوا بقى بيلاقي جماجم وناس ميتة، والليفاي هنا بيعرف إن الناس ديت هم مخلصة على نفسهم، وبيسأل نفسه إيه الأسوأ من الموت. بتبقى دراسة مش مطمنة للمكان. فجأة بقى بيهجم عليهم جماجم عكبوتية في رجال البوف ويدخلوا عليهم وقعدوا يضربوا فيها، وليفاي ودريسة قعدوا يضربوا عدوهم نار لغاية ما قدروا يخلصوا عليها. أخدوا بعضهم وخرجوا من الكنيسة، ولما خرجوا كان في أصوات مرعبة حواليهم فطلعوا يجروا لغاية ما دخلوا مكان تاني. ولما دخلوا المكان ده اكتشفوا إن معاهم التمائي ولقوا CD مكتوب عليه يا رب سامحنا على اللي عملناه. طب الناس دي عملت إيه؟ عرف بقى لما حط CD في الجهاز اللي موجود، ولما بيشتغل بيشوف دكتورة كيميائية تشرح كل اللي حصل في المكان الغريب ده، ويعرفوا إن سنة 1946 واللي هي آخر سنة من الحرب العالمية التانية كان في تحالف سري بين كل دول الغرب ودول الشرق، والغرض من التحالف دوت يا صديقي هو إنهم يختاروا دولة واحدة بس تكون هي المنتصرة على كل الدول عشان تنتهي الحروب. تبقى الدولة اللي اختاروها طبعا هي أمريكا، فقرروا إنهم يعملوا تجارب علشان يسمعوا بورود خارقة، وعملوا التجارب دي على كل البلاد الأمريكية المشاركة في الحرب. التجارب دي أدت لإفساد البيئة لأن التجربة ما نجحتش. طبعا البنوك دي اتحولت لتعميد غريبة، وبنعرف برضه إن العدوى دي قعدت سنين ما بين الجنود والحيوانات وبقى كائنات غريبة جدا، وإن لو أي حد دخل الحدود وقعد فترة هيبدأ في التحول. فبيقرروا إنهم يلاقوا مخرج بسرعة من المكان ده قبل ما يتحولوا هم كمان. وهم خارجين بقى ليفاي بيلاقي جهاز كمبيوتر وبيعرفوا إن ده مستحيل يكون من الأربعينات واللي ده من أواخر الألفينات، ولما بيفتحوا الجهاز بيعرفوا إنه تبع منظمة عسكرية اسمها دارك ليك. بيعرفوا إنهم مخلصوش على الحدود دول لأنهم لسه بيدرسوه، ويعرفوا كمان إنهم مش شغالين لحساب الجيش وإنهم كده شغالين للمنظمة دي. تبقى منظمة ضخمة متخصصة في الأبحاث الوراثية. وهو بيقلب في الجهاز بقى بيشوف فايل اسم الكلب الضال، ولما بيفتحه بيعرف إن الكلب الضال ده هو بروتوكول تدمير ذاتي، وإن مهمته إنه يحرق الحدود بالجزيرة اللي هم فيها دي، والبروتوكول ده بيتفاعل من تلقاء نفسه في حالة إن الحدود دول اتفضحوا. بعد ما عرفوا كل الأسرار دي قرروا إنهم يخرجوا بسرعة من هنا علشان يحاولوا يطلعوا. ولما خرجوا من المعمل بيكون في واحد من الأخدود عامل فخ، وأول ما دراسة وقعت في الفخ دوت سحبها من رجليها بسرعة، واللي يحاول ينقذها بس ما عرفش. الكائن ده خدها بحصانه بسرعة جدا، والكائن دوت قصد المكان اللي بيعيش فيه وربط دراسة علشان ينتقم منها، لكنها قدرت تفك نفسها وحصل خناقة ما بينهم وبيفضلوا يضربوا في بعض لغاية ما بيوصل لباز وبيخلص عليها. بعد كده بيشوف الكائن ده ويشوف اسمه على القميص، بيعرف إن ده كان أول جندي في البرج الغربي واسمه برادفورد. بعدها بياخد دراسة وبيمشي جوه المكان مليان كائنات غريبة متعلقة كحبال لزجة، ودراسة وهي ماشية تست على حبل منهم وكانت هتتسحب، لكن ليفاي أنقذها وولعها في المكان كله.
أخدوا بعضهم ومشيوا، وبعد ما خرجوا لقوا عربية جيب وبقرروا إن هم هيهربوا بيها. أخدوا العربية وهربوا بسرعة لغاية ما وصلوا لمكان الحبل اللي اتقطع من ليفاي. ولما وصلوا ليفاي ربط العربية بالحبل ده، ودراسة هنا بتضرب نار على الكائنات دي قبل ما توصل لهم. وركبوا العربية قدروا يطلعوا، لكن الكائنات دي وراهم لغاية ما قدروا يحرقوه. خرجوا من المكان ده بالسلامة وقعدوا يتكلموا مع بعض، وإنهم لازم يعملوا لنفسهم حجر صحي عشان يطمنوا على نفسهم من المكان ده، فيعني أثر عليهم وهيتحولوا ولا لأ. في الوقت دوت بقى ليفاي بيفهم إنهم اختاروا المهمة دي بسبب إنه معندوش أي حد يخسرها. ودراسة بتقول إنهم لازم يهربوا وإنها تعرف مكان آمن في فرنسا، بس قبل ما يمشوا بيتفقوا إنهم يدمروا القطوط. بعد كده بقى ودعوا بعض وقالوا إن هم هيستنوا أسبوع يشوفوا فيه يتحولوا ولا لأ. ولما رجع ليفاي مكانه لقى مكالمة من بارسا تسأله بقى أنت نزلت القطوط دوت ولا لأ، وإننا عرفنا إن الجهاز بتاعنا اللي تحت اشتغل. فبيقول لنا ما نزلش ولا يعرف أي حاجة عن تحت، وإن أنت مش جاسوسة ولا حاجة زي ما توقعت. فبتقول إن كل الأبحاث والتجارب اللي هم بيعملوها دي بيخلوا جيش أمريكا ده جيش لا يقهر، وإنهم هيبقوا أعظم دولة في العالم. ابتدي معاه الكلام وقلت له طالما مش أنت اللي شغلت الجهاز يبقى زميلك اللي على الجانب التاني، وبأمرك إنك تخلص عليه فورا. ولوفي بيقول لها اعتبر الموضوع اتنفذ. وبنعرف إنها كانت كل دوت بتتفرج عليهم من كاميرا الجهاز اللي شغلوه تحت في الهدود. وباريس بيتكلم للقائد وبتقول له إن ليفاي خلاص خرج عن طوعهم ولازم نخلص عليه. جهز فريقك وطيارة وهنتحرك بكرة، وأنا اللي هخلص عليه بنفسي. تاني يوم بقى بنشوف ليفاي ودريسا وهما بيعملوا توصيلة بارود على كل أجهزة الأقمار الصناعية. وفي الوقت دوت الطيارة بتوصل، وأول ما بيشوفها ليفاي بيأمر دراسة إنها تهرب ويفضلوا يجروا هما الاتنين لأبعد مكان يقدروا يستخبوا فيه. لكن طبعا باريس بتأمر الجنود اللي معاه إنهم ينشطوا الدرون ويدوروا عليهم، وفعلا الدرون بتطلع وراه تفضل تضرب عليهم نار لغاية ما قدروا إن هما يدمروا الدرون دي. وليفاي ودراسة قرروا إن هما يدمروا المخفيات، وبكده بقى الهبوط دوت هيظهر للعالم كله، وده طبعا اتسبب في تفعيل بروتوكول الكذب الضد تلقائي. المهم بقى باريس أول ما شافت ده أمرت إن هم يهربوا فورا. قلنا خلاص قدامهم دقيقتين، وعلى الجانب التاني ليفاي ودراسة بيضرب أقصى سرعته علشان يهربوا هما كمان. والكذب الضال ده انفجر ودمر المحب اللي فيه وأخد في طريقه الطيارة. وبنشوف إن دراسة قدرت تهرب وتوصل لمكان آمن، وليفاي نط في البحر في آخر وقت. ونشوف بقى إن دراسة وهي قاعدة في الكهف عازلة نفسها بتلاقي رسالة في جيب الجاكيت بتاعها من لافاي، وكاتب لها إن روموليش لغاية غروب الشمس تفتحها. بعد كده بقى دريسا بتخرج من الكهف وبتوصل لفرنسا وبتروح المكان اللي هم كانوا متفقين عليه. فضلت مستنية لغاية الغروب وما بيجيش، فبتفتح الرسالة وبيكون كاتب لها فيها أشياء، فبتزعل جدا عليه وبتقعد تعيط. بعد فترة بقى بنشوف دراسة اشتغلت ويتر في الكافيه اللي كانت قايلة عليه، وهي بتنزل طلب تتفادي بوجود لفاي، وبتبقى مبسوطة جدا لما بتشوفه. وبس كده يا صديقي بينتهي فيلمنا. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهارده. اتمنى يعجبكم، ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.